بس توعدني اول ما تعرف ازاي تعمل لايك وتبعت الفيديو لزملكاوي حبيبك كان محتار زيك، عايز تتفرج على البطولة العربية وزهقت من كلام الناس والبوستات والصفحات، انا هقول لك في اقل من دقيقة ازاي تتفرج على البطولة العربية وانت ملك. الموضوع هيكلفك شوية نت، هتستخسر في الزمالك شوية نت، ده احنا صرفنا عليه ملايين. البطولة متذاعة على قناة الاس اس سي، فاطمة وبركات ومرزوق المشفرة، يعني مش هتلاقي على نايل سات ولا في اي حتة. الحل الاولاني لو عندك اي بي تي في حرامي، هتلاقي عليه القنوات دي كلها المفتوحة المشفرة. الحل التاني لو عندك شاهد دوت نت، يمكن تكون مشترك فيه بالصدفة، عملت باقة فتحولك شهر ولا حاجة، القنوات عليه. طب انا ما عنديش دول يا عم اسامة، خش على الليفل اللي بعده، ليفل الابليكيشنز. هتنزل الاسطوره تي في، تحفه عليه كل القنوات المشفره، ياسين تي في، دراما لايف. انزلهم من على البلاي ستور، ما كانش حد غلب. هتنزلهم من على جوجل، هتكتب الاسم، تنزل السورس، تسطبه، اشتغل معاك. كل القنوات متقسمه ومعموله، والرياضه ومش عارف ايه، اسهل من السهوله. طيب انا عايز اتفرج على الشاشه، هنقعد كلنا نتفرج على موبايل؟ خليك ذكي، الدنيا بقت سمارت دلوقتي. وصل الموبايل على الشاشه بوصله، بشاشه اندرويد، بشاشه ذكيه، ايا استسك انت بقى، يعني وصل الموبايل على الشاشه. طب انا لوحدي اتفرج على الموبايل وما تزهقناش؟ طيب في طرق تانية يا عم اسامه، في مواقع بتبث كتير وانت عارف الاسامي، يلا مش عارف ايه ويلا ايه ويلا ايه، ابحث عنهم كلهم وشغل المباراة، هتلاقيها جارية الآن، دوس عليها. يعني مش هنغلب، ولكن أضمن حاجة الابليكيشنز اللي أنا قلت لك عليها دي، نزلها. هات القنوات الرياضية، خش على المجموعة السعودية، هات القناة ديت اللي عليها الماتش، اقعد اتفرج اونلاين. الموضوع كله هيكلفك شوية نت بس. الموضوع سهل وبسيط، ومحدش يقولك على أي طرق تانية غير دي، لأن مفيش طرق تانية غير دي. بطولة موفقة إن شاء الله.